الجزء ده من القصة يمكن من أغرب الحاجات اللي حصلت وفاقت توقعاتي. إزاي بنيت أكبر مكعب بينور في الصحراء؟ زي ما انتوا عارفين أنا كنت بحاول إن أنا أجمع $5000 عشان أعرف إن أنا أعمل التسوية وأنزل مصر. الديدلاين كان في شهر 8، فكان حوالي معايا شهر ونص إن أنا أجمع الفلوس. زي ما شفتوا في الحلقة اللي فاتت بدأت إن أنا أشتغل في أي حاجة، ولكن الفان عطلت واضطريت إن أنا أدفع فلوس عشان أصلحها، فكنت محتاج إن أنا أجمع فلوس أسرع من كده. بدأت إن أنا أدور على شغل فريلانسنج في البرمجة، فأصحابي ماتاي وزويا وصلوني بشخص اسمه كولن كان عنده مشروع ومحتاج مبرمج إن هو يساعده. دخلوني على ديسكورد سيرفر، ويوميها عرفت ان هم عندهم هاكاثون في سان فرانسيسكو، فسقت 6 ساعات لحد ما وصلت متأخر، واول ما وصلت اتفاجئت بالمنظر. الصراحة ايه المكان اللي انا فيه ده؟ كأنه قصر من حقبة زمنية مختلفة. لما دخلت لقيت الناس كلها قاعدة على لابتوباتها وقدامهم مكعب. انا ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. اللي فهمته ان المكعب ده كان بروتوتايب، وان النسخة الحقيقية هتبقى احسن واكبر بكتير، وان اللي هيعرف يبرمج المكعب ده هياخد جايزة. ولكن لاني وصلت متأخر الناس كانت بدأت تمشي بعديها بساعة، والمشكلة ما كانتش لسه اتحلت. كنت عايز اثبت نفسي لنفسي، خصوصا بعد اللي حصل في الحلقة الثالثة. كولن عرض عليا ان انا اقعد عندهم في البيت كام يوم لو انا هفضل اشتغل على الكيوب، فقبلت العرض ده لان انا كنت الصراحة تعبت من النوم في البان، وبدأت ان انا اشتغل من تاني يوم على طول. قررت ان انا ابدا الكيوب من الاول علشان افهم هما ايه اللي وصلوا له، وعمري ما كنت اشتغلت على بروجكت ليه علاقه بالLEDs، فبدات ان انا ادور هل في اي لايبريز ممكن انها تساعدني، ولقيت فعلا ان في لايبرري اسمها WLED، فبدات اقرا عنها اكتر واخدت الكنترولر اللي كانوا بيستخدموه واي فلاشت WLED فريموير عليها، ووصلت الكنترولر بنفس النتورك اللي التليفون بتاعي عليها، وبدات ان انا اشتغل على اللوكال هوست. وبالفعل بدات ان انا ابعت رسائل واشوف ان الLEDs بتتغير عن طريق الحاجات اللي انا ببعتها. تاني يوم كملت البروجرس اللي كنت اشتغلت عليه امبارح، وبدات ان انا اقدر ابعت باترنز كامله واتحكم في الكيوب بالصوت. دي كانت حاجه كولن عايز ان هو يعملها علشان نقدر ان احنا نتحكم في الكيوب عن طريق المزيكا. وكولن كان فرحان جدا بالبروجرس اللي حصل. في اليوم ده انا فضلت سهران بشتغل بالليل لحد ما ظبطت كام حاجه كده، وسبت اللابتوب بتاعي وطلعت انام. صحيت تاني يوم الصبح لقيت كولن قاعد على الكنبه. Hey Sam, can I talk to you for a minute? الطريقه اللي كان بيتكلم بيها كانت جد، فكنت حاسس ان في حاجه مهمه عايز يقولها لي. Sure. قال لي I have good news and bad news. What do you want to hear first? اتخضيت وقلت له bad news. قول لي ايه الاخبار الوحشه. Someone broke into our house early morning and took your laptop. قلبي وقف. في الاول انا افتكرت ان هو بيهزر. يعني ايه في حد دخل البيت وسرق اللابتوب بتاعي؟ ما كنتش فاهم. اللابتوب بتاعي انا؟ بجد؟ طب والكود والفيديوهات والتريبل. Are you serious? Yes, I'm sorry about that. الصراحة كنت بصص له مش عارف ان انا اقول ايه، بس فجأة لقيته بيقول لي But the good news is Isiad ran after him and chased him until he forced him to drop the laptop. Isiad واحد من الناس اللي ساكنين في البيت طلع يجري ورا الحرامي وفضل يزعق له لحد ما خلاه يسيب اللابتوب ورماه على الارض. قال لي So go check on your laptop. يعني اللابتوب بتاعي موجود؟ ما بقتش مصدق. Emotional roller coaster. جريت بسرعة أبص على اللابتوب بتاعي لقيته، لكن كان متجرح. كنت حاسس إن أنا متضايق وفي نفس الوقت مبسوط، بس كل اللي قدرت أقوله ساعتها الحمد لله. فعلا أنا ما كنتش عارف هعمل إيه لو اللابتوب ده كان اتسرق. فجأة لقيت كولن جه وبيقول لي I have more good news. Congrats, you won. Here are your tickets to Burning Man. كنت في قمة اللخبطة العاطفية. Burning Man؟ اللي هو الفestival الكبير اللي الناس بتكون في الصحراء، الناس بتلبس حاجات غريبة وبتبني حاجات غريبة. قال لي yeah, you're part of the team now. We're going to build the cube on the playa. ثانية واحدة، انت بتقول ان احنا هنبني الكيوب ده في الصحراء؟ انا ما كنتش مصدق الراجل ده بيقول لي ايه، ولكن انا كنت مبسوط. وقلت انا مش هخسر حاجة لان انا كده مش عارف انا هنام فين الايام اللي جاية، فكده كلنا هنكون نايمين في وسط الصحراء وهكون في الفان بتاعتي معاهم. فقلت يلا نبدأ المغامرة الجديدة. اتحركنا كلنا بالفانز بتاعتنا ووصلنا للحتة اللي بيحصل فيها Burning Man ده بيحصل في وسط الصحراء في نيفادا في حتة اسمها بلاك روك ديزرت. الناس بتروح تبني مدينة في وسط الصحراء بيسموها بلاك روك سيتي. أول مرة حصل كان في 1986 وكان 20 واحد بس موجودين. دلوقتي أكتر من 80,000 واحد بيروحوا كل سنة. وأول ما بتدخل بلاك روك سيتي ما ينفعش إن أنت تستخدم فلوس خالص. الموضوع مبني على gifting economy، يعني لو عايز مية ما ينفعش إن أنت تشتريها، ولكن هتلاقي في ناس بتوفر مية ببلاش. The spelling is Haytham. Tham. But how you pronounce it is like the TH is like an S sound. So it's like Haytham. And yours is Manica? Manica. We're going inside to the playa right now. And
12:30, and that was pretty smooth. We're more than a mile we're like on Gate Road, so let's see how this goes. اتحركنا أسبوع بدري قبل ما يبدأ Burning Man علشان نلحق إن احنا نبني الكيوب. الأول بدأنا إن احنا نبني المخيم بتاعنا. من الطرائف والغرائب بتاعة Burning Man إن الخريطة بتاعتهم على شكل ساعة، فلما بتقول لشخص أنا هقابلك عند الساعة 6 ده مكان. أول ما وصلنا اتقسمنا لفريقين، فريق بيبني الكيوب وفريق تاني بيبني المخيم أو الكامب اللي احنا هننام فيه ونبات فيه. الكيوب كان معمول من خزانات المية أو الخزانات بتاعة الكيميكالز الكبيرة. كان معانا 3 أيام إن احنا نبني المكعب، فكنا محتاجين إن احنا نشتغل بسرعة. وسط العربيات اللي كانت محملة الخزانات ونزلناها، أول حاجة حطيناها البيس لاير، وبعدين بدأنا إن احنا نربط المكعبات ببعضيها ونرفع الدور التاني. Wanna interview you? So what are we doing, Manika? We are making the bit cube. What is the bit cube? 8x8 8-bit cube. So here we have beautiful totes my goats, imported to you by the wonderful land of California. These are recycled totes, and they have been bound together with stainless steel zip ties that have been imported from a very, very far away place. Let's go inside. Come on in. So we're going to make this 8x8, but really it's 6x8 because 2 of the sides of the cube are touching each other. So that's how you count 8. Math. Alrighty, come on down. Right over here, we've got our solar-powered nanogrid. Ooh. And that is meaning that we at BitCube will be utilizing solar power. Introduce us to the team. This is the team. Say hi, team. As I like can't get my hat on. These team members are working really hard. Look who is there. The man, the legend himself. Boo! I love to be building this with you too. الفترة دي ما كانتش سهلة. كنت لسه أفكر إزاي أنا هدفع الفلوس بتاعة التسوية وهعمل إيه بعد ما خسرت الفلوس دي كلها، بس قلت لنفسي إن أنا هاخد الوقت ده إن أنا أتعافى وأكون في وسط ناس أنا حاببها وأبني معاها ذكريات، وده اللي حصل. أوكي، هيثم المستقبل هنا. أنا بس حبيت إن أنا أنبه إن الفيديو ده كان متصور في أغسطس 2023، يعني من حوالي 2 سنين. الأحداث دي كانت بتحصل في حياتي من 2 سنين، وأنا كنت بحاول أن أتفادى أنزل الفيديو ده فترة، لأن أنتوا عارفين اللي حصل في أكتوبر وبعديها الأحداث اللي احنا شايفينها حتى الآن، والناس كتير قوي في فلسطين محتاجينها. وأنا عارف إن أنا دلوقتي قطعت في وسط القصة، وأنت كنت مثلا أو أنتي بتتفرجوا في وسط القصة وعايز يعني تتفرج. أنا ما كنتش عايز إن أنا أنزل فيديو كله مزيكا وبتاع وأحسسكم إن الموضوع عادي وإن إحنا ننسى بقى وخلاص ونعيش حياتنا، لأن لأ، الموضوع مش عادي. إحنا ما ينفعش إن إحنا ننسى ونعيش حياتنا. هما محتاجيننا جدا ومحتاجيننا أكتر بكتير مما تتوقعوا، وعمالين بيستغيثوا بينا خصوصا الفترة اللي فاتت دي، والموضوع اشتد عليهم والجوع اشتد عليهم. في عائلات في غزة أعرفهم شخصيا، ولو حد حابب إن هو يساعد أو إن هو يقدم مساعدات مادية، على الأقل ممكن إن إحنا نوفر لهم شوية فلوس، لأن الحاجات بقت غالية جدا. لو حابين تتبرعوا هتلاقوا إن في لينك في الديسكريبشن، اضغطوا على اللينك ده واللينك هياخدكوا لصفحة فيها تفاصيل أكتر وفيها حساب بنكي ممكن انتوا تحولوا عليه الحساب البنكي ده في فلسطين. فحتى لو الفيديو ده مش هيزهق الناس كتير، أتمنى إن انتوا تشاركوا القناة في العموم. أنا هحاول أن أنزل بشكل منتظم أكتر، ولكن ما تفتكروش إن أنا يعني عايز إني أشتتكم. بالعكس، أنا عايز إن إحنا نصحصح. بس كده نرجع للقصة تاني. 30 watts maximum if they are turned on white at maximum brightness. الموضوع كان مرهق وشاق وأخد مننا ساعات كتير جدا علشان نبني الكيوب.
222 كيوب، كانوا هيبقوا 224 ولكن في 2 شلناهم علشان الباب. وأول ما بنينا الاستراكشر بدأنا إن احنا نوصل الكهرباء، ودي كانت واحدة من المهام بتاعتي، إن أنا أتأكد إن الوصلات الكهربائية كلها سليمة وإن كل حاجة شغالة. فكل كولوم كان متوصل بالمصدر بتاع الطاقة بتاعه. I assume that we'll need like one person handy with like electronics, even though it's just a Phillips and a wire, you know, just get it in there. But that would be a good job for someone. فاكر كويس قوي أول ما أول عمود بدأ إنه ينور، كل حاجة كانت ماشية على حسب الخطة، لحد ما حصل مشكلة. كانت الساعة 7:30 بالليل، وكنا مدين ميعاد إن احنا هنفتح الكيوب الساعة 9 بالليل. فكان في ناس بدأت إنها تتجمع حوالين الكيوب، ولكن كان في مشكلة. بعد ما وصلنا كل حاجة، 3 بس من وشوش المكعب كانت بتنور مع بعضيها، والجانب الرابع ما كانش راضي إن هو ينور. كان في مشكلة ومش عارفين إن احنا نحلها. بدأت أحاول كذا حاجة، الأول في السوفت وير أتأكد إن كل حاجة شغالة، فعرفت إن المشكلة كانت مشكلة هاردوير. فجأة لقيت كولن جالي قال لي هيثم، احنا مش معانا وقت، ما تتكلمش مع أي حد خالص، لازم تصلح البتاعة دي. بدأت ان انا ابص على كل الوحدات بتاعة التركيب، بدأت ان انا ابص على كل باور سبلاي واتأكد ان كل وصلة شغالة وكل وصلة سليمة. What's wrong? Something's happening. So we thought these were unplugged. We thought these were plugged in the wrong way. Before we finish this one, let's check that one. But they do seem to be plugged in the right way, but they're still not turning on. So. ظنيت ان المشكلة ممكن تكون في الباور سبلاي او مصدر الطاقة اللي كان بينور العمود ده. بالفعل لما بدلت بدأت ان انا اشوف شوية نور، طلعت لفوق علشان اشوف النور وقف فين واشوف ايه المشكلة اللي كانت بتحصل. كان ساعتها ناقص اقل من 5 دقايق وهنفتح الكيوب. لقيت ان في LED كانت متوصلة ولكن ما كانتش بتنور، فقررت ان انا ابدلها. وعمري ما انسى اللقطة اللي انا وصلت فيها اخر سلك. والكيوب نور. كنت حاسس بكمية من السعادة والفخر مش عارف ان انا اوصفها. ما كنتش مصدق انها اشتغلت وان انا شغلتها. والله ما كنتش مصدق.